تفتكر ليه لازم نتعلم حاجات جديدة؟ تخيل معايا لو كل يوم بتصحى وكل يوم بتتعلم حاجة جديدة، مش مجرد معلومة عادية، لا دي حاجة هتغير حياتك تماما. في الفيديو ده هقولك ليه التعلم المستمر هو المفتاح للنمو الشخصي ولتغيير حياتك للأفضل. مش هتكلم عن نظريات قديمة أو نصايح محفوظة، لا هنا هتلاقي 5 أسباب قوية ما سمعتهاش قبل كده هتخليك دايما تبدأ في تعلم حاجات جديدة كل يوم. 1. النمو الشخصي والتطوير. الناس دايما بتسألني ازاي تقدر تطور من نفسك؟ الإجابة بسيطة، بالتعلم، لكن مش التعلم التقليدي. أنا بتكلم عن إنك تبدأ تتحدى نفسك، تخرج من منطقة الراحة وتتعلم حاجة جديدة تخليك تشوف العالم بشكل مختلف. تخيل لو كل يوم بتكتشف حاجة جديدة في نفسك. 2. التكيف مع التغيرات. العالم بيتغير بسرعة جدا، التكنولوجيا بتتغير، الوظائف بتتغير، وحتى طريقة حياتك بتتغير. السؤال هنا، هل انت جاهز للتغيير ده؟ التعلم المستمر هو السلاح اللي بيخليك دايما جاهز للتحديات الجديدة. 3. الابتكار والإبداع. دايما بنسمع ان الإبداع بيجي من الفطرة، لكن الحقيقة الإبداع بيجي من التعلم. كل ما تتعلم حاجة جديدة كل ما دماغك تبدأ تفتح على أفكار مبتكرة. تخيل إنك قادر تشوف العالم من منظور جديد كل مرة تتعلم فيها حاجة مختلفة. الحفاظ على الصحة والعقل. الناس دايما بتفكر إن صحة الجسم هي الأهم، لكن ما فكرتش في صحة العقل. الدراسات بتقول إن التعلم المستمر بيحافظ على صحة عقلك وبيحميك من الأمراض زي الزهايمر. يعني لما تتعلم مش بس بتزود معرفتك، انت بتحمي نفسك كمان. 5. الاستمتاع بالحياة والإثراء الشخصي. أحلى حاجة في التعلم إنه بيديك فرص لاكتشاف هواياتك الجديدة وحاجات عمرك ما فكرت تجربها، وكل تجربة جديدة بتضيف لحياتك معنى جديد وبتخليك تحس إنك عايش بعمق أكبر. والسؤال هنا، إيه الهواية اللي أنت نفسك تجربها؟ عن نفسي أنا نفسي أجرب ركوب الخيل والرماية. أنت نفسك تجرب إيه وتتعلم إيه؟ الفيديو ده كان سريع وملخص لحاجات كتير بس مهم جدا. ففي النهاية التعلم مش مجرد اكتساب معلومات جديدة، التعلم هو الطريق اللي بيخليك تلاقي نفسك، تتكيف مع كل حاجة بتحصل حواليك، وتستمتع بحياة مليانة شغف وإبداع. بس قبل ما أقفل الفيديو عندي سؤال ليه الناس كلها في حالة من الصدمة من 2019 وحاسين إن العالم كله اتغير؟ الوقت بيمر بسرعة، وده اللي هنتكلم عنه في الفيديو الجاي. اكتب لي رأيك في التعليقات وخلينا نتناقش في الموضوع مع بعض. فده كان فيديو النهاردة، اتمنى الفيديو يكون فرق معاك. لو عجبك الفيديو واستفدت منه شاركه مع اصحابك علشان يستفيدوا هم كمان. اعمل لايك وتعليق علشان يظهر لناس كتير. اشترك في القناة علشان تشوف كل الفيديوهات الجاية، واكتبوا لي في التعليقات تجارب او تحديات تانية تحبوا اجربها او اتكلم عنها. سبسكرايب.